بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السعادة، ممثلو الأحزاب الوطنية وقادة حركات المجتمع المدني، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم بتحية الثورة والكرامة، وأبعث إليكم من القلب ومن ضمير لا تغيب عنه ساحاتكم كلمات تحمل الشكر والاعتزاز والعهد الذي لا ينكسر، تحية من قلب يشارككم الروح وإن حالت بيننا وبينكم المسافات. في البداية اسمحوا لي أن أعبر عن عميق أسفي وحرقة قلبي لعدم تمكني من التواجد بينكم جسديا اليوم، حاضرا بين صفوفكم أتنفس هواء الرقة الثائرة، أصافح أياديكم الحرة، أستمد من صمودكم عزيمة لا تلين. لكن وكما تعلمون فإن طريق النضال لا يخلو من ارتباطات وقيود، وقد حالت ظروف قاهرة دون أن أكون شاهدا على هذه اللحظة العظيمة بينكم جسدا، فاعذروا غيابي، واعلموا أن روحي وقلبي وعزيمتي هي الحاضر الأقوى معكم الآن. أبعث إليكم بهذه الكلمة محملة بكل مشاعر الفخر والاعتزاز وبكل الوفاء لدماء الشهداء، وعلى رأسهم الشهيدة هيفرين خلف، التي نجتمع اليوم في رحاب اسمها لنؤكد أن رسالتها لم تغتال، وأن حلمها لم يدفن، وأن سورية التي أرادتها حرة تعددية ديمقراطية هي سورية التي نناضل من أجلها جميعا. أتحدث إليكم اليوم وقد غمرني شعور مضاعف بالشرف والمسؤولية، شرف تكريمي بجائزة تحمل اسم الشهيدة الأيقونة هيفرين خلف للسلام، وشرف أن يكون هذا التكريم في سياق جوهر قضيتنا الوطنية، السلام والتعايش الإنساني المشترك. إنه لشرف عظيم ووسام أحمله على صدري أن أتلقى جائزة السلام باسم الشهيدة هيفرين خلف في دورتها السادسة، لا تكريما لشخصي بل تكريما لروح كل مناضلة ومناضل، وتكريما لفكر ونضال والدي شيخ الشهداء العلامة محمد معشوق الخزنوي، الذي دفع حياته ثمنا لكلمة الحق في وجه سلطان جائر. إنها جائزة لدمه الطاهر الذي روى أرض سوريا، ولإرثه الذي نحمله اليوم أمانة في أعناقنا. إنها جائزة لخط المقاومة المدنية، لراية المرأة الحرة، لصوت العدالة الذي حاولوا اغتياله لكنه بقي حيا فينا. من هنا فإن الحديث عن هيفرين خلف لا يقتصر على شخصها، بل يمتد إلى مشروعها، إلى رسالتها،
إلى كل ما جسدته من قيم ومبادئ. فهيفرين خلف لم تكن مجرد سياسية، بل كانت مشروع وطن ورمزا للمرأة السورية الحرة، المرأة التي آمنت بسوريا ديمقراطية تعددية، كانت صوت الحوار وأخوة الشعوب. وهذا ما أرعب أعداء الحياة، فظنوا أنهم باغتيالها سيقتلون الحلم، لكنهم خابوا. فمع كل قطرة دم لهيفرين ولدت 1000 هيفرين، وأصبح نضالها منارة تهتدي بها الأجيال. ولعل السؤال الذي يراودنا جميعا: ماذا يعني أن نحمل اسم هيفرين خلف في وجداننا؟ إنه يعني عندما يذكر اسم هيفرين تذكر الشجاعة التي لا تهادن، تذكر المرأة التي تحولت باستشهادها إلى دستور ثوري لكسر الطغيان، ودماؤها الزكية أصبح وقود مشروعنا الثوري والاجتماعي. من هنا أجد نفسي أمام تقاطع عميق بين مسيرة الفكرية والنضالية ومسيرة هذه الشهيدة الخالدة، وهو مصدر فخري الأسمى. كلانا آمن بأن خلاص سوريا يكمن في وحدة مكوناتها من عرب وكرد وسريان وآشور وتركمان. كلانا ناضل من أجل العدالة الاجتماعية، كلانا ناضل من أجل نبذ العنف، كلانا سعى من أجل حوار وطني سوري يكون أساسا لبناء مستقبلنا المشترك. إنني أؤمن أن هذا التكريم ليس لشخصي كمرشد الخزنوي، بقدر ما هو انتصار للمشروع الذي ناضلنا من أجله معا. هذا المشروع الذي يتقاطع بالكامل مع قيم الشهيدة هيفرين، قيم رفض الاستبداد وإدانة العنف والإيمان بأن الحوار والعمل المدني هو صمام الأمان لبناء سوريا المستقبل. ولأن هذا المشروع لا يبنى بالكلمات وحدها بل بالفعل والتنظيم، من هنا أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الأخوة في حزب سوريا المستقبل على هذه اللفتة الكريمة وعلى الجهود الجبارة التي يبذلونها عاما بعد عام. إن عملكم هذا ليس مجرد تأبين واحتفال، بل هو فعل مقاومة، وهو رسالة للعالم أجمع بأن شعبنا لا يكسر، وأننا نكرم شهداءنا لا بالبكاء عليهم بل بالاستمرار في طريقهم. وإننا إذ نكرم شهداءنا اليوم فإننا ندرك أن الطريق لم ينتهي بل بدأ من جديد وبمسؤولية أكبر. فالتحديات كبيرة والمؤامرات لا تتوقف، لكن إرادتنا أقوى وإيماننا بقضيتنا أرسخ. هذه الجائزة ليست نهاية المطاف، بل هي وقود جديد لمواصلة المسيرة على درب الثورة، درب الكرامة والحرية. هي عهد نجدده اليوم أمام الله وأمامكم وأمام كل أم ثكلى وأمام كل طفل ينتظر وطنا حرا
وفي ظلال روح الشهيدة هيفرين وكل شهداء الحرية نعاهد بأننا لن نحيد عن مبادئنا، لن نساوم على حقوق شعبنا، لن نرفع راية إلا راية العدل، لن نمد يدا إلا للحوار والبناء، وسنظل نقاوم كل استبداد حتى تشرق شمس الحرية على كل شبر من أرض سوريا، سوريا الحرة الديمقراطية المتعددة التي يستحقها أبناؤنا. كما لا يفوتني أن أعبر عن تقديري لعائلة الشهيدة هيفرين خلف، هذه العائلة التي كانت جزءا من مسيرة نضال تحولت إلى رمز وطني جامع. إن حضور اسم هيفرين في وجداننا هو امتداد لتضحيات شخصية تحملتها عائلتها بصبر ومسؤولية. السلام لروحك هيفرين، فقد صرت دستورا للكرامة ووصية لا تموت. جسدك الغائب أصبح قضية، صوتك الخافت تحول إلى راية لا تنكسر. المجد لشهدائنا الأبرار، النصر لثورتنا، عاشت سوريا لكل أبنائها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.